السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا مصطفى شريف وهاخدكم معايا لفه النهارده في العربيه كده. هتلاقوا يعني الدركسيون مش معدول بالظبط لان انتوا الموبايل بين الدركسيون، فلحد ما نركن كده تفضلوا تيجوا كده يمين وشمال معايا. طيب انا عايز اتكلم في ايه النهارده؟ عايز اتكلم في كونسبت لذيذ قوي ريحني في الشغل، وما بدات ان انا اتعامل معاه على انه مبدأ انا عايش عليه وبتعامل في كل المواقف اللي بشوفها في الشغل بيه. فرق معايا جدا لو انت فريلانسر او انت عندك شركة بتقدم خدمات او انت عندك براند بتبيع فيه منتجات معينة او ايا كان، او حتى لو انت شخص كونسلتنت يعني الناس بس بتستشيرك في حاجات. فيعني اسمع الكلام ده، ممكن فعلا يفرق معاك جدا في نفسيتك وانت في ضغط كل يوم الشغل. طيب هو المبدأ ايه ببساطة؟ هو مش مبدأ انا اخترعته او اي حاجة، هو بس انا استشفيته كده من حديث اللي هو بيقول خيركم انفعكم للناس. طيب خيركم انفعكم للناس، انا خدته عملت بيه ايه؟ او ايه المبدأ اللي انا استشفيته من الحديث ده؟ دلوقتي انا مصطفى عندي شركة بقدم خدمات معينة، والناس بتيجي تسألني على الخدمات دي، عايزة تستفسر، عايز تعرف معلومات أكتر أو أيا كان. فالناس اللي بتيجي تسألني دي مستويات، مستوى عايز أتعامل معاه، مستوى هيديني فلوس كويسة وطريقة التعامل معاه تكون مريحة، مستوى مش هيكون فاهم خالص وهيرهقني في التعامل وكمان مش هيكون فيه عائد مادي، ومستوى مش فاهم خالص بس هيكون فيه عائد مادي. ففي مستويات كتيرة، وفي بين المستويات مستويات، يعني في بين المستويات اللي انا بقول لكم عليها دي مستويات جوه كمان. طيب انا بعمل ايه او شايف ان انا المفروض اعمل ايه او ايه اللي يحصل؟ بدأت ان انا بدي الخدمة لكل الناس سواسية. بمعنى ان انا اللي مش فاهم وبيسألني وعارف ان هو مش هيشتغل وهيفضل يسأل وخلاص، بديه نفس خدمة الراجل اللي بيجي يسأل وانا عارف ان هو هيشتغل وهيكون كلاينت كويس جدا بالنسبة لي. كله نفس الخدمة، يعني كل الناس سواسية بالنسبة لي. طيب بمعنى ايه؟ خليني اوضح اكتر. بمعنى ان انا لو جالي كلاينت مش هو الكريتيريا بتاعتي او هو يعني الشخص اللي انا بتعامل معاه او اللي انا متعود اتعامل معاه، ببدأ ان انا هو طلب بروبوزل وانا عارف ان هو بعد ما يشوف بروبوزل مش هيشتغل، وبعد ما جاوبت على كل اسئلته مش هيشتغل، ببعت له احسن بروبوزل عندي وبحط برضه مجهود وانا بعمل بروبوزل، وابدا ان انا احط مجهود في كل حاجه كأن الكلاينت ده يشتغل معايا زيه زي اي كلاينت. فدي الفكره. طيب الموضوع ده ايه فوائده بقى؟ يعني انا قلت لكم هو ايه بالظبط او مبدأ ايه بالظبط، طيب ايه فوائده؟ هناخد الملف ده واقول لكم فوائد الموضوع ده. ببساطه ان انت بتتعلم مبدأ السعي بلا مقابل. انت بتفصل بالنسبه لك الحاجات اللي انت بتعملها عن الهدف اللي انت رايح له. يعني مثلا انا قلت انا عايز اشتغل مع 1000 كلاينت السنه دي، فانا جيت بعد 5 شهور لقيت نفسي اشتغلت مع 100 كلاينت بس، فانا مستحيل في الشهور الباقيه او ال7 شهور الباقيه هشتغل مع الباقي. فهوقف بعد 5 شهور شغل، لقيت ان انا اشتغلت مع 100 كلاينت من ال1000، خلاص هوقف شغل خالص. المبدأ ده بقى بالذات بيعلمك ان انت ما تبقاش كده، بيعلمك ان انت بتسعى وبتشتغل وبتفصل النتيجة عن اللي انت بتعمله النهاردة. انت خلاص حطيت البلان بتاعتك وقلت انا عايز اقفل كذا او عايز اعمل فلوس الفلانية او عايز اشتغل في الشركة الفلانية او ايا كان هدفك، وبتحط الهدف ده تاسكات صغيرة. التاسكات دي لو انا عملتها كل يوم الطبيعي ان انا هوصل، خلاص انت كده عملت خطة اللي عليك. وانت بقى بتعمل التاسكات بتاعت كل يوم دي، تفصل خالص الهدف اللي انت رايح له. انا بعمل اللي عليا النهارده فقط، ماليش دعوه بقى انا وصلت كام في المية او انا وصلت الايم اللي انا كنت المفروض اعمله او ايا كان. انا بعمل اللي عليا النهارده بس. المبدأ اللي انا بقول لكم عليه بيوصلكم المرحله دي، بيوصلك ان انت بتقدم احسن خدمه عندك بغض النظر عن الشخص اللي قدامك ده مين، بيكلمك ازاي، بيعاملك ازاي. انت بتقدم احسن خدمه عندك. وبمناسبه اللي داخ او كده، خلاص يعني انا هركن هنا، فخلينا نركن كده ونكمل الفيديو. وغير فايدة ان انت بتبدأ تتعلم مبدأ السعي وما بيبقاش فارق معاك اي حاجة غير اللي انت بتعمله. انت طلب منك حاجة فانت بتعملها، انت اتسألت سؤال فانت بتجاوب عليه، طلب منك بروبوزل فبتبعته وبتبذل فيه مجهود، فانت بتبذل مجهود في كل حاجة بغض النظر على الاوتكم. بتبدأ تتعلم مبدأ السعي. طيب في حاجة هنا الناس هتقول لي يعني يا مصطفى المفروض ان انا اي حد يجي يسألني سؤال اروح ابذل معاه مجهود ساعة ميتنج واوضح له واقول له، وانا عارف اصلا ان هو مش هيستفاد بالكلام ده او مش هيقفل الديل معايا او ايا كان. مش بالظبط كده. اللي انت بتعمله ان انت بيطلب منك حاجة، بتبدأ تقدم فيها احسن مجهود من المتاح من وقتك.
ما بتجيش مثلا شخص ما بيجي يسألك سؤال عن الخدمة اللي انت بتقدمها، وبتيجي تقول له طب يلا بقى نخش ميتنج نقعد 3 ساعات هنشرح لك كل حاجة. مش ده اللي انت بتعمله. اللي انت بتعمله انت بتجاوب في الحدود المتاحة بالنسبة لك انت تجاوب فيها على اي حد. ما اعتقدش ان انت اي كلاينت قبل ما يدفع ديبوزيت او قبل ما يبدأ ان هو يشتغل معاك بتبدأ ان انت تعمل معاك الكلام ده كله. فالطبيعي اللي انت بتعمله اعمله مع كل الناس. اللي انا عايز اقوله ان مش شخص مثلا يجي تحس ان هو من اسلوب كلامه او من طريقته مش هيشتغل، او انت مش حابب ان انت تشتغل مع الكرايتيريا دي من العملاء، فتبدا ان انت خلاص ما تردش على الناس وكده. بالذات لان في الفتره اللي احنا فيها دي كل الناس من كل الفئات العمريه والطبقيه والاجتماعيه وكل حاجه، الناس بتبدا بيزنسز. فدي حاجه احنا نشجع عليها، دي حاجه احنا ككونسلتنسي او احنا كفريلانسرز او احنا كشركات او احنا كايا كان بنشجع عليها ان الناس تبدا بيزنس، لان ده بيعود علينا بعد كده احنا بالنفع. الناس بتطلب الخدمات. فعشان اعيد على الحته دي تاني، فانت حاول انت تجاوب على كل الناس وتساعد كل الناس وتبقى خيركم انفعكم للناس، وده الهدف الاسمى من الفيديو. وفي نفس الوقت يكون الكلام ده في حدود المتاح من وقتك، وما تبقاش بتيجي على وقتك او على شغلك الحقيقي. وبجد اللي انا بقول لكم عليه ده مش بيجي من يوم وليله، هو عضله السعي دي بتمرنها، هي بتتعود ان هي كل يوم هي بتسعى بغض النظر عن ايه النتيجه او ايه الاوتكم اللي المفروض يطلع وطلع منه قد ايه. فبتبقى بتمرن على كده، وبان انت تمشي بالمبدأ ده صدقني عضلة السعي عندك هتبقى مرعبة. انت هتبقى بتشتغل وبتحط مجهود في شغلك وبتحط عدد ساعات زيادة، وكل الكلام ده مش بس عشان الفلوس. انت خلاص بقيت عايش بمبدأ ان خيركم انفعكم للناس. انا عايز انفع الناس على قد ما اقدر عشان احقق الحديث ده او ابقى جزء من الحديث ده. صدقني الموضوع مش بس ديني، الموضوع بيعود عليك بحاجات كتيرة جدا دنيوية وفي حياتية. لان بعد ما انت تكون بتتعامل مع كل الكلاينتس بالاسلوب ده او كل الناس اللي بيسألوك بالاسلوب ده، والله 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 عن تجربة انت مش محتاج اكتر من كلاينت واحد يقول الورد اوف ماوس بتاعه وتقدم له احسن خدمة، يجيب لك مصر كلها او حتى دولة بعينها اكبر كلاينتس فيها يبداوا يشتغلوا معاك انت من كلاينت واحد بس، عشان انت متعود انت تدي نفس الخدمة لكل الكلاينتس وانت مش متأكد الكلاينت ده كويس مش كويس. مش هتفضل كل واحد يكلمك تعمل عنه ريسيرش، فانت بتتعامل مع كل الناس نفس الطريقة. فمش محتاج غير واحد بس منهم والله يعمل ترانسفورميشن لشركتك او ترانسفورميشن لفريلانسنج كارير بتاعك او لايا كان انت بتعمل ايه. فالموضوع مش بس ديني، الموضوع ليه تبعات دنيويه كتيره جدا. فاتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده حتى لو طلعتوا منه بمعلومه واحده بس فادتكم في حياتكم. شكرا ان انتم اتفرجتوا للاخر. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب. لو في حد من صحابكم ممكن يستفاد منه ابعتوه له على طول. شكرا ليكم.